السلام عليكم حبايبيكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم درت كسرة ولا فطير، درتو يعني تمتم ليه ساهل بالفرينة. سمعوا قرمشة، الله يبارك. يلا نروح نشوفوا كيفاش حضرناه. وقبل ما نشوفوا كما دايما نقولكم اشتركي ولايكي. درتو بالفرينة قاطو، هذا واش نقدر نقولكم حتى تجربوه وتذوقوه ان شاء الله وتقولوا رايكم. درتو القهوة العصر، قهوة به يعني جاني ما شاء الله. بارطاجيتو معكم ان شاء الله يعجبكم. يلا بسم الله نروح نشوفوا كيفاش حضرناه. بون بوغ لي زانغريديون، عندي فرينة، دوك نقولكم الميزان شحال، وعندي مغرفة صغيرة خميرة الخبز مع مغرفة كبيرة سكر، والملح نديرو نص مغرفة صغيرة وذوقوا. هنا الملح ذوق في العجينة. مغرفة صغيرة ساندويتش ولا ميلونج تاع زرارة اللي حبيتوها، كاسة تاع زيت، وعندي ماء باش نطم لاباط ديالي. باش تنجح لكم هذه الكسرة لازم الفرينة ديالي تكون توزن رطل. نديرو 2 كيلات يوزنو رطل ولا 3 كيلات مجموع تاعهم رطل. ليسونسيال عندي رطل باش نقدر ندير هذا الكاس تاع الزيت للميزان ديالو 80 غرام. درت الكيله الاولى تاع الفرينه، على الكيله ديالي الاولى ميزانها 250، صيرتها. كيت الكيله الثانيه وصيرتها. كي نجمعوهم في زوج يعطونا رطل باش يقابلها كاساتي اللي يوزن 80 غرام. فوالا الا درتو 3 كيلات فرينه، هادوك 3 كيلات كي نجمعوهم في 3 لازم يوزنوا رطل باش يقابلهم كاساتين تاع 80 غرام. فوالا درت السكر مع الخميره ونخلط بيدي ولا بالفوبي عادي. بعد ما نخلطهم نضيف عليهم الملح ونخلط مره تانية. الملح ما لازمش يكون كونتاكت مع الخميره. دوكا نضيف الزيت، نخلط غير شويه ونضيف الماء. انا الماء ما عنديش ميزان، ليسونسيال تكون عندي عجينه شاده روحها. فوالا نبقى نزيد الماء غير بشويه، وهنا ما نعجنش يعني غير نطب. والماء درتو عادي من روبينيه ماشي دافي، ولا نديرو الماء عادي. فوالا نطم لاباط ديالي ما نعجنش هنايا. نبقى نزيد في الماء وراني نطب فيها بليبوسه، ما رانيش نجري فيها. فوالا نروحو غير بالعقل باش ما نديروش جاري. لاباط ديالو ما تجي جاريه ما تجي يابسه، يعني تجي نص نص. فوالا شوفوا كتبقى لي غير شويه، راني غير بالعقل معها هكذا حتى تنطم لي اون بات اللي تكون طريه وماشي جاريه. فوالا قلت لكم لازم تكون عندي رطل في 80 غرام زيت، ها رطل فرينه و 80 غرام زيت، انا عاودتها بليزيور فوا. فوالا هكذا نجري وهي تجري هاد الليان هذايا هكذا. وطميت عجينتي، شوفوا يعني ما هيش جاريه، ما حبيتش نقص بزاف باش تشوفوا كلش. فوالا دوكا نديرها قلت لكم انا جري هاد الليانه. دوكا درتها سو لو بلان دو طرافاي ونعجنها شويه، نعجنها واحد 5 دقائق ولا. فوالا ماشي كي عاد فارينه نخلوها هكذاك، لازم نعجنوها شويه. فوالا لاباط ديالي غطيتها وخليتها 10 دقائق تروبوزي. بعد 10 دقائق لاباط ديالي ارتاحت، قسمتها على زوج، يعني راح ندير 2 خبزات. فوالا نقرص الخبزه ديالي هكذا. شوفوا كيفاش نقرصها، شوفوا العجينه كي ارتاحت ولات طريه. فوالا نقرصوها مليح نليسيوها ولا هكذا ندخل كلش لداخل. فوالا ونطمها هكذا. طميت القرصه ديالي ونخليها ترتاح واحد 5 دقائق هكذاك. دوكا نحلها، انا نحل بالحلال. فوالا تعودت على الحلال، كي بديت المطلوع والكسرة بديت بالحلال. نعرف نحل بيدي مي الحلال والفتو مع الجاتو كامل، والفت الحلال. نحلو العجينه تاعنا نديروها رقيقه شويه، ما نديروهاش خشينه
باسكو فارينة، دائما الكسرة تاع الفارينة تجي رقيقة، نقلبها سي نورمال ونحلها. فوالا شوفوا هكذا جاتني ما شاء الله. فوالا حليتهم فيه زوج، ودوكا لازم نخليهم يرتاحوا 10 دقائق مغطيين. فوالا. وقبل ما نولي الكسرة ديالي حبيتكم تشوفوا معايا هذا الجاتو ساك اللي درتو في فيديو لي من قبل بالبيض المقلي، ودرتو في باطا في بلاكار ماهوش كامل فريجيدار، وقعد ما شاء الله عليه، ما يغمل لكم، ما تخافوه، جربوه على ضمانتي. فوالا الكسرة ديالنا طيبوها في طاجين، في طاوة، في مقلة تكون سخونة، لازم يكون سخون. فوالا نرمي الخبزة ديالي نبيكيها بالفرشيطة هكذا ونخليها حتى تنشف، وكي تنشف راهي باينة باش نقلبها، وكي نقلبها نبقى ندمك عليها بحاجة ثقيلة هكذا باش ما تنفخليش. فوالا كي نشوفها تنفخت كيما هكذا نروح نهبطها، ما لازمش تنفخ، ونقلبها. من نقلبها لازم ندمك عليها. فوالا هكذا كيما راني ندير هكذايا، وبقيت نقلب فيها وندمك عليها ونقلب ونعاود حتى تحمرت من الجهتين. فوالا كيما راكم تشوفوا هكذا، شوفوا كي قلبتها ما راهيش تتنفخ، هنا خلاص ما لازمش يتنفخ، يجينا شوفوا كي تيبس خلاص راهو طاب. فوالا جاني يعني ما شاء الله، ان شاء الله تجربوه هايل. وكي طيبنا وهو سخون لازم نديروه سوغ ان غريل. فوالا هكذا وقسمته هكذايا كي يبرد بيان سور. شوفوا يعني جاني ما شاء الله مقرمش كاطو البنين. هذا واش نقولكم، سورتو كي فيه السانوج ولا درتو له الزرارع ميلونج يعني راح يجيكم هايل. ديروا سانوج، حبة حلاوة، زرعة الكتان، يعني يجيكم بنين بالبزاف. قهويت به قهوة العصر، يعني شهيتكم بالجنة. نقولكم شكرا لكم، ما تنساوش اللايك والسلام عليكم.